بصي يا جماعة، أنا بجد محروقة من جوايا ومش عارفة أعمل إيه، ومش طالبة غير دعوة حلوة، لأن اللي حصل معايا وجعني قوي. أنا مخطوبة بقالي شهر تقريبا، ولسه ما حصلش بينا أي زيارات ولا فطار ولا حتى قعدة تعارف، مع إننا جيران وقريبين من بعض جدا. يعني هم شارع وإحنا شارع. في رمضان قلت لنفسي ليه ما أعملش حاجة حلوة وأبعت لهم فطار من إيدي، يمكن ده يقربنا ويخليهم يشوفوني بطريقة حلوة. رحت قلت لماما، قالت لي المفروض هم اللي يعزموكي ويهتموا بيكي مش انتي. بس انا ما ارتحتش وفضلت اتكلم معاها لحد ما وافقت بالعافيه، وقالت لي ابعتي حاجه بسيطه مش تعزميهم. سالتها اعمل ايه، قالت لي اعملي كيكه وخلاص. ساعتها حسيت ان الموضوع بسيط قوي، وقلت في نفسي انا عايزه اعمل حاجه اكبر تفرحهم وتبيض وشي. دخلت اوضتي وبصيت على الفلوس اللي كنت محوشاها من زمان من شغل بسيط كنت بعمله، وجمعتها بالعافيه، وكنت ناويه اجيب بيها لبس العيد. بس قلت لنفسي لا، دي فرصه اعمل حاجه تخليهم يحبوني. نزلت مع اخويا السوق واشتريت كل حاجه تخطر على بالك، وانا اصلا مش محدده هعمل ايه. رجعت البيت وفتحت يوتيوب وجروبات وابتديت اشتغل من قبل السحور. وانا واقفه في المطبخ عملت 3 انواع كيكه كبار، وعملت حلويات ومملحات باشكال كتير، وكل حاجه اعرف اعملها عملتها. فضلت شغاله لحد بعد التراويح تاني يوم، وانا تعبانه بس فرحانه جدا، حاسه اني بعمل حاجه كبيره. وبعدها نزلت اشتريت علب تقديم جديده وعلب حلوه، وزوقت كل حاجه كانها هدايا، وكنت حاسه اني طايره من الفرحه. ناديت اخواتي وقلت لهم خدوا الحاجه وودوها. بصوا عليا وقالوا دي خطوبه مش فرح، وماما قالت لي نفس الكلام. بس انا ما سمعتش له حد قبل ما يمشوا. قلت لاخويا يقول لهم ما يعملوش فطار، احنا بعتنا لهم الاكل، وهو بيضحك وافق وبعت سلام. اخواتي مشيوا شايلين الحاجه كانهم رايحين بهديه كبيره، وانا قاعده مستنيه رد فعل اي كلمه، اي مكالمه. عدى العصر والمغرب وما فيش اي رد. اخواتي قاعدين يضحكوا ويقولوا لي ما كانوا يدونا شويه من اللي عملتيه، وانا ساكته وقلبي مقبوض. قلت يمكن تعبانين وهيردوا بعد التراويح. دخلت لقيته منزل ستوري عادي جدا، ولا كأن في حاجه حصلت. استنيت شويه وكلمته، انا قلت له السلام عليكم. رد بعد شويه وقال وعليكم السلام. قلت له ايه رايك؟ قال لي ايه رايك ايه؟ قلت له الاكل، قال لي حلو وسكت. قلت له طب ما صورتش حاجه؟ قال لي انا ما بصورش اكل، وقفل لي ساعتها. حسيت ان كل الفرحه اللي كانت جوايا راحت في لحظه. تاني يوم ماما سالتني ها يا بنتي عجبتهم الحاجه؟ وانا مش عارفه اقول ايه. حسيت اني اتكسرت. قلت يمكن امه ترد بطريقه احسن. بعت لها رساله بهزار اسالها الاكل كان عامل ايه. ردت بكل برود وقالت لي انها ما كانتش في البيت وكانت عند بنتها. واتصدمت اكتر لما عرفت ان اخوه كان موجود، وقال انهم سدوا الحاجه وحطوها في المطبخ من غير ما يهتموا بيها ولا حتى يفتحوها قدامهم. ساعتها حسيت اني اتكسرت بجد، ومش عارفه هم اكلوه ولا رموه ولا حصل فيه ايه. ضيعت فلوسي وتعبي وقتي كله على الفاضي، وانا اصلا كنت محوشه الفلوس دي عشان اجيب لبس العيد. ودلوقتي مش عارفه اعمل ايه، اكمل ولا افهم ان دي رساله ولا اعمل نفسي مش شايفه. بس اللي متاكده منه اني اتوجعت وجع كبير جدا.